مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في قناه بلوت تويست. النهارده هتكلم عن افلام العيد الكبير وترتيبهم من الاسوأ للافضل. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبتدي. ومعانا في المركز الرابع فيلم اهل الكهف. فيلم اهل الكهف بالنسبه لي هو اسوأ فيلم في العيد الكبير. يا جماعه فيلم اهل الكهف هو من اسوأ الافلام اللي انا شفتها في الفتره الاخيره. انا مش هنكر ان الفيلم متعوب عليه جدا كديكورات وكتصوير وكمشاهد قتال وكحاجات كتير قوي، بس كل الكلام ده بوظه حاجه مهمه جدا وهي تعتبر اهم حاجه في الفيلم. في افلام بتبقى تقنيا مش احسن حاجه بس السيناريو بتاعها بيبقى كويس. السيناريو بتاع الفيلم ده يا جماعه سيء وبصراحه ما عجبنيش خالص، وكنت قاعد ملان طول الساعتين بتوع الفيلم. وتقييمي ليه هو 5/10، وخمسة دول كمان أنا كارمه فيهم بسبب الديكورات وبسبب التصوير بتاعه. بعد كده نروح للمركز الثالث وهو فيلم عصابة الماكس، وده كان بصراحة برضه تمثيله سيء وقصته سيئة جدا. حرفيا كان فيلم بدون قصة، هو بس يتفوق عن فيلم أهل الكهف في حاجتين، وهو سيناريو أفضل منه نسبيا وكوميديا ساعات بتكون كويسة جدا. بس أنا قلت ساعات بتكون كويسة جدا، بس هي في أغلب الفيلم بصراحة سخيفة، بس وقت ما بتكون كويسة بتكون تحفة. وتقييمي الفيلم عصابة الماكس هو 6/10. نبدأ بقى مع الجد والأفلام اللي تعتبر كويسة في العيد الكبير وأرشحها جدا إن أنت تخشها. أنا عارف اللي أنا هقوله دلوقتي يعتبر مفاجأة، بس أنا معايا في المركز الثاني فيلم ولاد رزق. يا جماعة فيلم ولاد رزق بالنسبة لي مش هو أفضل فيلم في العيد. مش هنكر إن أنا دخلت فيلم ولاد رزق واتبسطت بيه جدا وبكل حاجة فيه، وطبعا مكتسح التذاكر ومكتسح الجمهور ومكتسح السوشيال ميديا ومكتسح كل حاجة، وطبعا ده عن استحقاق 100%. بس بصراحة الفيلم كان فيه عيوب كتير، وأهمهم إن الفصل الأول من الفيلم كان ممل جدا، بس مع ذلك الفيلم تحفة وخرافي وأرشح أي حد إن هو يخشه. وتقييمي لفيلم ولاد رزق هو 8/10. نيجي بقى للمركز الأول وأفضل فيلم في عيد الأضحى بالنسبة لي، وهو فيلم اللعب مع العيال. جماعة أنا ما كنتش متخيل إن الفيلم ده هيكون كده، وبصراحة أنا كنت داخله أصلا اللي هو إيه تأدية واجب وخلاص، اللي هو عشان أشوفه وأعمل له مراجعة وخلاص، لكن ما كنتش مستني منه أي حاجة. حرفيا كنت داخل وأنا عارف إن أنا دافع فلوس وبرميها في الأرض. بس بجد الفيلم ده حلو جدا وفيه ضحك وكوميديا وقصة وتمثيل وحاجات كتير كويسة. مش هنكر طبعا إن هو فيه عيوب وفجوات زي مثلا اختيار الكاست التاني واختيار الأدوار الثانوية، بس أنا حطيته في المركز الأول علشان حاجة واحدة بس، وهي إن أنا ما كنتش مستني منه حاجة وفاجئني بالمستوى ده. لكن طبعا كجودة وكتمثيل فيلم ولاد رزق يتفوق عليه. تقييمي لفيلم اللعبة مع العيال هو 8.5/10. وفي النهاية يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، ده هيشجعني جدا ان انا اكمل وهيخلي كل الفيديوهات الجديدة اللي بعملها توصل لك. اشوفكم على خير في حلقات كتير جاية، وسلام.